جماعه النهارده بجد اصعب يوم مر عليا. تقولوا لي ليه؟ هقول لكم ليه. طبعا الدنيا حر موت بطريقه مش طبيعيه. طلعت العصافير بتوعي اللي هو في القفص، طلعتهم حطيتهم في البلكونه. المهم دخلت عشان اتوضى واصلي، الاقي محمد بيقول لي انت طلعتيهم ليه؟ ده كان في نسر. صح كده؟ شايفه بعيني. في نسر والله العظيم النسر انا شايفه بعيني، ماسك القفص ومسك في القفص بضوافره، وفاهمه مسك رجل العصفوره تقريبا وقعد يشد فيها. هي الحمد لله الحمد لله اتعورت، يعني هي العصفوره اتعورت، ما حصلهاش حاجه بس اتعورت. ده غير ان هي اصلا في الفتره الاخيره كانت تعبانه. المهم وديناها للدكتور، الدكتور ادانا فيتامينات. عايزاكم بقى ايه؟ ايه؟ عجزت. ايه يعني عجزت؟ يعني عجزت نرميها؟ يعني عجزت نرميها؟ عايزاكم بس يا جماعه بالله عليكم ايه، انا وديتها للدكتور كتب لها على شويه فيتامينات، والحمد لله ان الموضوع ما وصلش بقى الاشعه وتحاليل، لان هم كانوا كنت فاكره لما انا كلمتهم في التليفون قالوا لي هاتيها، كنت مفكره بقى ان الموضوع هيوصل لاشعه وتحاليل، بس الحمد لله. طبعا بقى اللي هيتريق ويقول لي عصفوره ايه دي يا ام خالد على فكره الحاجه اللي ما فيهاش تريقه ليه بقى؟ عشان دي روح عامه، المفروض ان احنا اي روح عامه بنهتم بيها، حتى لو قطه في الشارع، كلب في الشارع، بغض النظر كمان يعني عن ان هي روح. العصفوره دي بقى لها معايا 6 سنين، 6 سنين العصفوره دي معايا. عايزه اقول لكم يعني اكبر من خالد. اكبر بجد، ما تضحكش عشان بجد زعلانه عليها قوي، زعلانه بجد على العصفوره قوي زعل. انا ببقى عندي 30 سنه وهبقى اكبر منها. فعايزاكم بصوا، انا قطعت ليمون هنا محمد عشان هات التونه، هات التونه. طبعا انا عشان اتاخرت بره النهارده فجيت ما لحقتش اعمل غدا، فقلت بقى هفتح تونه واحمر بطاطس وخلاص. حلوه التونه اللي هي طب انا مطلعت بقل التونه، ما هو هات عصر عليها طيب ليمون. اللي هيتريق هو حر، ادعوا لها بس ان ربنا يشفيها، لان هي متعوره جامد، يعني متعوره صعبانه عليا بجد، مش عارفه حتى ان هي تقف، بتتسند كده بالعافيه. ف انا الحمد لله ان هي رجليها ما اتكسرتش، الحمد لله ان رجليها ما اتكسرتش. هتخف ان شاء الله. هو قال لي الدكتور ان هي هتخف، وقال لي كمان ان هي بس نستمر على الفيتامينات اللي هو مديها لنا دي. وبعدين العصافير مفيش حاجه اسمها تجبس رجليها والكلام دوت، مفيش الكلام ده. انا كنت عايزاها تتجبس، بس طبعا مفيش حاجه اسمها اصلا ان رجلها تتجبس. عايزاكم تدعوا لها بس ان ربنا يشفيها، لان بجد العصفوره دي من يوم ما اتجوزت العصفوره دي معايا، فعشره عمر العصفوره دي. انا شايفه القفص والله هو النسر، وهي اصلا كانت تعبانه، يعني هي اصلا كانت تعبانه من الاول. انا شايف النسر وهو عمال يشد في القفص. حبيبي كل ده حصل وانت عمال نايم، يشد فيها. كل ده حصل وانت بالله عليكم يا جماعه ادعوا لها ان ربنا يشفيها. العصفوره دي بجد هزعل عليها قوي قوي قوي، بعد الشر لو حصل لها حاجه. هي ما دخلتها بقى جوه، من ساعه ما محمد قال لي على اللي حصل ده، دخلتها جوه. الحمد لله ان هي جت في حاجه بسيطه. هات العيش بقى سخنه.